ياسر، لازم لنا دم سريع للبيت دي. من يا بنتي ماله؟ ياسر ده ما وقته، عليك الله امشي السواق ده برا جيب لنا دم سريع. البيت دي فقدت الدم كتير، نفس الفصيلة، بسرعة. في شنو يا مرة مالك لافة في راسي كده يا أخي؟ أقعدي. في شنو؟ في شنو يا بارد؟ بنت اخويا في المستشفى دي عملية الليلة في راسها، يمكن تحيا يمكن تموت، دايرين انا اكون بارد زيك كده. ما بتجاوز، تتعالج إن شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. لكن يا سامي، انا في حاجة محيراني ما قدرت استوعبها نهائي. شنو؟ قصة المستشفى دي. مال المستشفى؟ معقول مستشفى تلقى علاج لمرض السرطان المجنن العالم كله، وبعد ما يلقوا العلاج يقولوا لي حربي ما تكلم زول؟ الكلام ده ما منطقي، ما منطقي خالص. عادي يا أختي، قايلان هاينين ولا ليه؟ السودان ده فيه دكاترة نوابغ شطار جدا. تمام، فرضا انه كلامك صح، حاجة زي دي مفترض العالم ده كله يعرف انه دكاترتكم الشطار النوابغ ديل اكتشفوا العلاج ده، واللي اكتشفوا يكرموا كمان. والله شوف أنا متفق معك، لكن هم بيعملوا كده لأنه الحكومة بتفرض عليهم ضرائب. بعدين المادة دي يعني بعد ما يشيلوا الورم بيخطوها عشان تمنع انتشار الورم مجددا. وانت عرفت الكلام ده من وين؟ كتبت في النت وعرفتها. كتبت شنو في النت؟ ناس ما في زول عارف عنهم حاجة أصلا، وكتهم قاعدين في النت ده وساهل يجي زول يكتب يلقاهم عاملين الدسدسة دي والدراما دي كلها ليش؟ يعني بس سرية ساي كده. والله شوفي أنا قصدي يعني لقيت زول في النت، سألته وراني. اوكي تمام. يا حبيب، هاي يا اخي عليك الله يرضى عليك يا اخي، ما بتعرف تسوق سريع، انزل لي انا بجي بسوق سريع. يا حبيبي، شنو انت يا اخي؟ من سمعت الدكتور ده دم 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 كده استعجلت. ابرد يا اخي، الموضوع ايزي جدا يا اخي. الدم احنا ذاته ماشيين نجيبه دم احتياطي، يعني لو حصلت اي مضاعفات او كده يكون قاعد. الموضوع ما محتاج يا اخي. ابرد يا اخي. ابرد كيف؟ دي بنتي يا اخي، انا ما بقدر اخليها برا. يا اخي انا عارف دي بنتك واي حاجه يا اخي، ابرد. الموضوع ايزي جدا، الموضوع ده سهل شديد، ما تقلق ما تقلق. عاد انتوا مشواركم ده بعيد كده ليه؟ يا اخي احنا شكلنا حنوصل الصباح. عليك الله ابرد، عليك الله ابرد، الامور كلها طيبه يا اخي. منوش. ميساء، كيفك؟ ما كنت صحيتك. لا صاحية، كان ما شفت يا موني قبل نديم كان داير ينتحر، إلا جرينا بيه المستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله، كفارة. ماله إن شاء الله هسه كويس. الحمد لله كويس. كده طمنيني انتي، الأخبار شنو مع الشيطان اللي اسمه مجدي ده؟ جديد كتير كده غايته. كانت طمنتي على نديم، تعالي دايراكي ضروري والله. حسا إن شاء الله ما في مشكلة. لما تجي بحكي لك، عايزة أفضفض والله يا ميساء. طيب خلينا أغير، مش هستأذن من الراجل ده. شايفاه يا اختي قاعد يسكر مع مجدي. خلاص تمام يا زولا، مستنياك. سلام. يلا هسه باجي. شنو يا المقاعدك هنا؟ شنو امشي تكلي، بعدين عندنا بلعة دايرين نبلع. ما قادرة، زول ده أنا بكرهه شديد، نفسي أقتله بدل المرة مليون مرة. مجدي ده أسوأ خلق الله. انت بدايته الخلاك تخش في الاشتباك ده شنو؟ القروش، كنت محتاجة، ناس بيتنا محتاجين، أبوي طفش وخلاني، لا عندي أخوان لا عندي أهل يساعدوني. الحياة كانت صعبة شديد. عرسته عشان يقوم بي وبأهلي، قام دخلني السجن مؤبد كمان، لكن رحمة ربك واسعة.
الزول الشافة الشايفة دي عنده جرجير، داير الزول الزي البسري، وداير الزول الزيك اللي بتوريني الجرجير ده فيها حتة في البيت. مكتبه في البيت فيه خزنة كبيرة، لكن صعب نجازفها إلا نشيلها ونجري بيها، ودي سكة طويلة. عشان كده أنا مستهدفة مرته. صعب امتحان الفيزياء، وتقيل الفيل، وطويل الزرافة، ولو السكة طويلة ما في ذاته طويل. وسي اديني الخلاصة بتاعت مرته دي مستهدفة في شنو؟ مرة كان سكران قال لي جبت لي مرتي دهب كتير، مع الونسة كده دردبته. قال لي الدهب ده فوق راس الدولاب في شنطة السفر، حتى قلت له ما ممكن تتسرق. قال لي لما تفتحها بتكون فاضية، لكن جواها جيب سري فيه الدهب كله. البيت ده شافته الشايفة دي كبير، والناس الشغالين فيه ديل زمن النونو بيكونوا في غرف جوا، زول واحد اللي بتكون غرفته برا. عرفت منه؟ البواب يا، والبواب لو صحى وصح الجماعة ديل حاتكتم، ولو كتمت بتكتم بيه كله. تكتم بيه كله كيف؟ يعني يا أمرقنا يموت كلنا، والسيانة من هنا ماشي انجز لي كتالة، وبعد داك حاجة اعرف حاخش من وين وامرق من وين. لغة ترتيب. يا بنت المزهجك شنو؟ ما بزهقني شنو، انا المفروض اكون برا البلد دي مع بنتي. الله ما راد، خيرها في غيرها يا منى. الحمد لله. انت يا ميساء بالنسبه للقروش اللي اتدفعت لك على المطار دي مش مفروض ترجع؟ اي وريته، لكن تخيلي قال شنو؟ قال ما برجع قروش، الغلط ما مني. ما منه كيف؟ الزول ده مش من معارفك؟ هاي من معارفي، لكن انت عارفه الناس في القروش بيتغيروا بيتحولوا عديل. لكن انت قال انا خليته يا زولا، انا شاكلته وحاربته وخاصمته. حاربتي وخاصمتي؟ حاربتي وخاصمتي انا اعمل بها شنو؟ بالنسبه للقروش اللي بقت في خبركانه دي؟ يعني يا موني عشان انا خدمتك دايره تحمليني المسؤوليه؟ يا خلاص يا اخي اعتبريها دين، لما نلقى قروش برجع عليك. كتر خيرك يا اختي وبارك الله فيك. ما القصد يا ميساء، لكن القروش دي ما بلقاها واقعه في الواطه. ما علينا. ما كلمتك طبعا. اها ما لقيت رقم ناهد. كذابه. هاي دقيقه مش هجيب تلفوني اوريك، ولا اقول لك كده جيبي اوريك لها في تلفوني. هاتي. ميساء ده شنو؟ شنو؟ مسجله تلفون مجدي بماجده ليه؟ مجدي أنت ميسر ده قاعد أضرب لك. ميسر؟ ميسر من تسألني أنا؟ ميسر. والله العظيم ده ما وقته كله. بزعل فيك انا. مسجله رقم مجدي بماجده ليه؟ من نقول بسم الله يعني حيكون في شنو يعني؟
غلطة إملائية ساي. واصلا تليفون راجلي بيعمل عندك شنو؟ عيب عليك، النفض إنه أنا تافهة ومنحطة. أنت ناسية إنه مجدي ده صاحب جمال الوحيد؟ والله أنت جنيتي. ميساء بسألك تاني، تليفون مجدي راجلي بيعمل عندك شنو؟ نقول دي غلطة إملائية. جمال كثير بيتصل عليه من هنا. وانت متصلة عليه في نفس اليوم اللي أنا جيتك فيه بعد ما طلعت منك ب5 دقايق. أنا ما اتصلت، جمال كان داير مجدي وتليفونه كان مقفول، اتصل عليه من تليفوني ده. بسم الله يا منا في شنو؟ ما عارفة، أنا راسي جاية شديد. يا اخو هاي يا اخي عليك الله عليك الله، رح نبدل المقاعد دي وخليناها اسوق انا. يا اخي انت سايق بمهلتك وبراحتك، انا داير امشي احصل بيتي. يا اخي عليك الله، يعني لو سكت هتعرف الدرب يا صاحبي. وصف لي بس رح نبدل. يا اخي عليك الله استهدى بالله يا اخي، قربنا نصل قربنا يا اخي، استهدى بالله يا اخي. العمليه بتكون خلصت مش؟ لا العمليه بتكون خلصت ونجحت بعون الله تعالى يا اخي. إن عملياتنا كلها ناجحه ما شاء الله. بعدين احنا زي ما قلت لك الدم اللي احنا شايلينه ده دم احتياطي، يعني لو حصلت اي مضاعفات او كده يكون موجود. اسمع منك ربنا يا اخي. اللهم امين يا اخي. كنت ليه لحد هسه خدت الكمام؟ نهار دي سياسات وقوانين الشركه كده يا اخي، انه شنو ما نظهر وشوشنا لا للمرضى لا للمرافقين. انت هسه شايفك منو؟ العربيه دي كلها كاميرات يا اخي، كلها كاميرات. خليها لك سعيد. يا اخي الله يقويكم ويديكم العافيه. امين يا رب العالمين، ويدي البيت العافيه ان شاء الله. بتعملوا في ده حاجه كبيره شديد، بس قروشكم كثيره لكن ما كثيره على منيا. لغة جيمي أنا بعد النوم واجب. شنو؟ تمام يا ابو المجد، بالله عليك الله سمونا دي دارينا دنونا. زنونا؟ أقسم بالله العظيم دي متنا عديل. أنت شيل الصبر. أقسم بالله العظيم أنا أعمل لك فيها عملية، أعمل فيها عملية والله العظيم عمرها ما تنسى. أنا أوديها لك ولا الشمس. وديها وديها ان شاء الله، وديها من الريق ذاته يا اخي، ما ناقصين قصص ومشاكل. يلا أنا أمشي أنوم بعد. اقدمك أخوك كزت يا ما بيموت يا صح. خلي بالك هزول. ها انجزت حاجتك؟ تمت موضوعي هاي. ترتيب زي ما اتفقنا. زي ما قلت لك انا عندي ساعة داير انتهي فيها من البلعة دي. بيان ومرق عليك بالجوا، انا البر بظبطه. استني وشوفي بالشايفة دي بس. لغة ترتيب
منو؟ آمين. داير شنو؟ داير أتكلم معاك، افتح الباب ده. تتكلم معي الساعة 2 صباحا؟ هاي ما أحلى الكلام والليل هادي. انت يا آمن سكران ولا شنو؟ ولا شنو؟ سكران بقروشك؟ افتح الباب ده. ما حفتح الباب، امشي من هنا يا آمن قبل ما اكلم سيد مجدي. سيد مجدي سيد مجدي، انتوا قالين سيد مجدي ده ابوي ولا شنو عشان تكلموا لي؟ افتح الباب ده يا حشرة. آمن ما في أي باب حيتفتح، وامشي من هنا واحترم نفسك وخلي ليلتك دي تعدي. بتسوي في شنو يا آمين في غرفة التوسل؟ يا توسل لها. تتوسل لها ليش؟ ما شغلتك يا بواب، امشي شوف شغلتك برا هناك، امشي ازق الشجر ده. بواب الله يشرف من قبيلتك. قلت شنو؟ ولا حاجة سيد آمن، امشي غرفتك. ناس البيت ديل كان صحبيك يا آمن يطيروا لك سكرتك دي. شوف يا النور، انا ما في ارجل مني وما في زول في البيت ده عنده كلمة علي. بواب عفن. الله يهديك آمن. يلا امشي. لوكل. افتح يا سولة. والله دي الخسرة. عيني لغتي ما تنزل لأي سبب من الأسباب، بس خليك بتكشفي من هنا. ترتيب. أنا ما هاكل زمن جوا، رسمت خريطة حاخش من وين وحامرق من وين. لو تأخرت بلحقك جوا. لا أنا عارف الزمن الحاكله جوا، ما هتأخر عليك، ولو جاطت بعرف أمرك كيف، بس انت خليك مستنياني هنا لحد ما أجي. انجز طيب. حاط في لك انوار الاربع ساعتك دي عشان لو في زول جماري ما يعرفك جو. لغة طيب يا توسل، انا حوريك. آمن يا أخي، الحركة الوسخة اللي حصلت منك دي ما تفتكر إنها تمر علي مرور الكلام. قول ما مرت، دار تعمل شنو؟ أنا بحترمك وما أقدر أتصرف معك أي تصرف غير جميل ولايق. لايق؟ يلا أنا داير أعرف التصرف الما جميل ده، وريني. ده آخر كلام لك؟ يا آخر كلام. همشي أكلم لك أستاذ مجدي. كله بلو مجدي. أنت قال مجدي ده أبوي ولا شنو؟ أمشي وريه عشان يديك كف في خلقتك دي. آمن توسل دي حقتنا وما بسمح لأي زول في الدنيا دي يشيلها. توسل ده أنا بحبها يا أخي، بحب الدراب اللي بتمشي عليهم. الدراب؟ لوكل. النور، أنا التوسل دي ما عندي لا أي شيء، عندي معاه قصة تخلص أمشي حب حبك. أنا غير موافق. والراجل موافقتك منه؟ النور يا أخي أنا والله ما ناقصك. امشي يا أخي، مش هعمل لك أي حركة. يا زامن لو ما بعدت من توسل دي أنا ممكن أنتحر. لا 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 النور، هو حق تنتحر. أنت عارف يا النور لو أنت انتحرت أنا ممكن أموت بعدك. أنت عارف يا النور الكرة الأرضية ممكن تجي من الدوران. الشمس يا النور اللي بتطلع كل يوم ممكن تابة تطلع. هتنتحر كان انتحرت أنت ولا دي؟ النور شايف الحوض اللي وراي ده؟ امشي اقع فيه وموت عشان تريحنا وترتاح. ما كنت متصور في يوم يجيك مغلوب شايل جرح دنياي من زول كان محبوب. يا ما دنيا توري والدهر يا ما يقري. قري؟ ادبي ولا علمي؟ امشي يا نور يا اخي امشي. عكسك انا.
طلقني يا متولي. ما بطلقك يا سهام، أنا ما لقيتك بالهين عشان أفرط فيك. أبشرك يا متولي، فرطت وانتهيت. بتخلني أنا سهام يا متولي؟ سهام قصرت معك وشنو يا متولي عشان تخونا؟ ليه تعمل فيني كده يا متولي؟ انت عارف نفسك عيان وما بتجيب أولاد. الدنيا كلها خدت اللوم على منو؟ على سهام. سهام العاقر، وفي قلبي والله زي العسل. وانا حصل يوم عدلتها وليجي اهم شي كان عندي اطلعك راجل واسيد الرجال كلهم. بخليها انت من يوم حرستني يا متولي، ولا لا حرستك بقروشي بحقي. انت حاضر يا متولي من يوم دخلت البيت ده 13 سنة ودفع سنة 14 يا متولي. كتر خير أبوي الملكني البيوت باسمي، وأنا قلت أنت زوجي، يعني حقي وحقك واحد. أنت ستر وغطاي، أنا واثقة فيك شديد. تعمل فينا أنا كده يا أخي؟ قروش الإيجارات اللي بيشيلها من الناس ما بيستلم عليا يا متولي، لأن الحق عملوا ما حقي، عملوا حقك أنت يا متولي. تيجي في النهاية تظني وتطعني في ظهري يا متولي. حرام عليك يا متولي. حصل يوم واحد حسستك إنك أنت ما عندك حق في القروش دي، ولا أنت ما ماسك البيت، ولما انت ما راجل البيت يا متولي ما حصل حسستك يا متولي بالحاجة دي ابدا يا متولي. يا معقولة يا متولي حصل حسستك بالحاجة دي؟ هاي هسه حسستيني لانك حقير يا اخي. انت تافه يا متولي يا اخي انت ممكن تكون انسان يا اخي. انت والله العظيم ما راجل ولا بتشبه الرجال يا اخي. حرام عليك اصلا يصير رجال يا متولي، اقسم بالله حرام عليك يا اخي. انت عبد الرجال، انت عاقل يا متولي. سهام ما انت وليد يا ما تقدر تجيب اولاد. سهام أنا غلطان، لكن ما بسمح لك تتطاول علي قدر ده. يلا عشان انا ما اتطاول عليك يا متولي طلقني. ما بطلقك يا سهام، ما بطلقك، ماني بحبك. يا خبك بص يا متولي. انا ما عندي كلام اقول لك اكثر من اللي قلت يا متولي. يما انت تطلقني وانت راضي، يما انا بعرف اخليك تطلقني كيف؟ الحمد لله. السنة دي قاعدين في الدنيا ربنا يحفظهم لي ابوي واخوي، انا حتصل عليهم واجي يتفاهموا معاك. يما طلقتني بالهداوة وانت راضي، يما رجال حتطلقني يا متولي. ما بطلقك يا سهام، ما بطلقك، وانا والله العظيم ما خنتك، والمرة دي خبيثة جدا. شنو هذول العربية مالها؟ والله ما أعرف الحاصل شنو، فجأة كده طفطفت كلها. ما عرفت الحاصل على شنو. طيب ما ننزل نفتح الكبوت؟ يا زول أنت عندك علاقة بالعربات دي ولا شيء؟ ما عندي لكن هبش. يا زول العربية دي معقدة يا زول. اسمع كلامي، المستشفى دي من هنا
10 دقائق بس بالقرآن. تشيل الدم ده، اختفى الدم ده يبقى مارق سريع. اصل المستشفى انا الزمن ده بكون ضربت للميكانيكا يا صاحبي. مسافة تجيني هنا وقلت تنتظر معي ده برنامج يا زلمه الزمن بكون فات. شيل الدم ده يبقى مارق بس يا صاحبي انا برجعك. خلاص سم يا بكري يا شنو كيف تمام؟ فل والله كله على الاسطى. احكي. جيت اسالك المعلم حربي مش المستشفى؟ قبيل من الدوش. طيب يا اصلي الاتفاقنا مش؟ عيب عليك يا اخي، بكره الامور بتوضح كلها. خلاص دي السيس راجيك. ناس دي وين؟ الحتة دي معلم مظلمة كده. في زول. الناس دي وين؟ كده غلط ولا شنو؟ منيا؟ منيا؟ يا منيا؟